السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة الخنساء الزمورية، فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم نشارك معكم كيك مهوي غير بثلاثة البيضات البنات وتيجي طالع. في هذا البول غنضيف 3 البيضات متوسطين بحرارة المطبخ. غنضيف عليهم واحد الحك ديال الزبادي فاني بنسمة مذاق الفاني، والعبار كله يا البنات غيكون بهذا الحك ديال دانون. وغنضيف عليه كاس ونص سنيده سكر حبيبات، نفس الكاس باش كنعبرها البنات. وغنضيف عليه كاس زيت المائده العباره بنفس الكاس. وغنخلط هاد المكونات مزيان البنات في شي روبو، في شي مولينيكس ولا باطور هكايا ولا ميكسيهم. المهم انهم يتخدموا مزيان حتى يبيض لينا الخليط. انا غنخدمهم هكا مزيان البنات حتى يبيض الخليط ونرجع لكم. بعد ما بيض لينا الخليط بهذا الشكل البنات، دابا غنضيف ليه 3 الكيسان ديال الدقيق الفورت اللي مغربلين من قبل. ونسيت البنات انا قرصه الملحه ضفتها 3 الكيسان بنفس الكاس ديال الدقيق. وجوج خمارات البنات من فئه 8 غرام، يعني المجموع 16 غرام. جوج خمارات خاصين بالحلويات، يعني المجموع ديالهم 16 غرام. وغنخلط نحاول نخلط مزيان هاد المكونات حتى ينسجموا ليا وما يبقاوش دوك الكره ديال الدقيق البنات. ضروري تخلطوهم مزيان بالفوي. هاد الكيكه البنات اسهل منها ما كاين، كتجي طالعه ومهويه في نفس الوقت. المهم تبعوا غير المراحل بالتفصيل. مهم انكم تهزوا الفوي ويكتب لكم شكل 8 وما تمحى لكمش دغيا، يعني هذاك هو القوام ديال الكيك، العجين الكيك ديالنا. صافي غنخلط مزيان هاد المكونات منين نسجموا لينا هكا. وغنضيف دابا واحد المكون اللي كيزيد يخلي الكيك ديالنا تجي ناجحه وتعطيها واحد الطراوه يا البنات. 2 معالق كبار ديال الخل. صافي وغنخلط مزيان. هذا هو القوام ديال السائل ديالنا ديال الكيك، هانتوما كتشوفوه هو هذا. دابا غنجيبوا واحد المول اللي دهنينو بشويه الزبده وندير عليه شويه الدقيق اللي غنديروا الفران. والفران راني شعلته، وممكن ديروا نتوما الفران ديروه بارد. انا كنخدمها بارد غير اليوم شعلت الفران، فران ديال الضوء على 180 درجه البنات. وغنحاول نهز يدي الفوق. هذا هو المول اللي قلت لكم، يعني مدهون بالزبده وشويه الدقيق. وغنحاول نرفع يدي الفوق البنات وانا كنخوي الخليط باش تخرج منه دوك الفقاعات وتجينا الكيكه ديالنا طالعه ومهويه. صافي نحاول نكب كاع هاد الخليط اللي عندي، وغنحاول نضربو شي شويه ونديه الفران اللي سخون من قبل العافيه غير من التحت. وضروري يا البنات من هاد العمليه باش كيخرج من هذاك الهواء. وصافي وغنديها الفران ونرجع لكم.
هذه هي الكيكه ديالنا البنات بعد ما خرجت من الفران. ها نتوما كتشوفوا طالعه مهويه، راها باقا سخونه. ها نتوما الباخه البنات باقا سخونه، يعني ناجحه 100% ومهويه. دابا غنقلبها ونرجع لكم. هذا هو الشكل النهائي ديالها، يعني كتجي رطبه يا البنات. ها نتوما دابا غنحاول نقطع واحد المرصو باش تشوفوها كي جات بالداخل البنات. ها نتوما البنات كتشوفوا ان الكيك طالع مهوي، ما تيجي لا متقص لا والو، يعني كيكه ناجحه طالعه غير بمكونات بساطه البنات تتجي بهذا الشكل. ونتمنى تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير وتبارطاجيو ما بين الاحباب والاصدقاء باش تعم الفائده. ونتمنى المحتوى اللي شاركت معكم اليوم يعجبكم، ونتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.